الحكم على سعد المجرد ب6 سنوات سجن. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. يبدو أن الفنان المغربي الشهير سعد المجرد سيقضي أول ليلة له في السجن بفرنسا بعد النطق عليه منذ قليل بالحكم النافذ واقتياده للسجن. وقضت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذة بحق الفنان المغربي سعد المجرد، وذلك بتهمة خطيرة عالقة منذ 7 سنوات والتي يواجهها في حق الفرنسية لورا بيريول. وللإشارة، مثل المجرد منذ بداية الأسبوع الجاري أمام المحكمة الفرنسية على خلفية اتهامه بأفعال خطيرة ارتكبها ضد فتاة فرنسية أواخر سنة 2016. ومن جهتها كانت النيابة العامة الفرنسية قد طلبت بسجن المجرد 7 سنوات. وكان المغني المغربي قد نفى الأربعاء أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون قد ارتكب هذه الأفعال المشينة.